المشوار صعب وطويل ومحتاج صبر منك. محتاج منك كل يوم تنزلي وتمشي نص ساعة، شوية تهتمي بنفسك وبصحتك، شوية تلاقي حد يدعمك كل يوم ويقولك وزنك النهاردة نزل كيلو، نزل 200 جرام، نزل 400 جرام. هتلاقي الدعم دوت عندي انا دايما هدعمك، ودايما هسجلك وزنك الجديد في الجدول بتاعك وهبعتهولك مع التحفيز اليومي اونلاين. مش محتاجة حتى تنزلي من بيتك، هساعدك ان تخسي بسهولة من غير ما تبذلي اي مجهود. طيب زي ما القهوة كمان بتصحصحني، هي كمان بتخليني انام وانا عندي ارق واصحى من النوم متنرفزة، يعني عملت سلاح ذو حدين. فمش تستخدموهاش بالليل خالص ارجوكوا. الصبح اول ما تصحى من النوم يا ريت ما نشربش قهوة على غريق، نشرب مية بعصرة ليمونة. احنا لما بنروح القهوة بنقعد وبننبسط، فدايما احنا رابطين القهوة بانبساطنا، عشان كده سموا القهاوي كافيه قهوة. يعني القهوة خلاص دلوقتي مرتبطة بالنسبة لنا بالمتعة. مش هقدر امنعكم عن القهوة، بس انا دايما بقول القهوة تبقى كوباية واحدة في اليوم، ويا ريت لو نحط عليها زبدة او زيت جوز هند، بتدي باور جامد جدا الصبح، بتخلي المخ في حالة نشاط وطاقة وحيوية للجسم وللقلب كمان. اكيد مفيش حد فينا نفسه يكون مدمن. لما تلاقي نفسك وصلت لمرحلة الادمان انك الصبح مش قادر تبدأ يومك ولا نشاطاتك قبل ما تشرب القهوة، اعرف ان انت دلوقتي بقيت مدمن قهوة، ودي حاجة مش صح. ولو بطلتها خلاص انت مخك هيتجنن عايز قهوة. لازم تبدأ تفكر في النقطة دي كويس قوي وتحسم الأمر مع نفسك. ما تخليش حاجة تتحكم في مودك، في شغلك، في حياتك، في علاقاتك مع الناس. هتلاقي نفسك دايما متوتر. لا، القهوة لازم تكون يا إما كوباية واحدة في اليوم، يا تبطلها وتبدلها بالشاي الأخضر. عندك القرفة، عندك الهيل، عندك حاجات كتير مضادات كمان للأكسدة، مفيدة كمان للجسم. لازم تدور على البدايل دايما الصحية اللي تخليك مش متعصب وتخلي مودك دايما كمان حلو. انتوا عارفين مصر بتستهلك كام طن سنويا من القهوة؟ 10,000 طن سنويا من القهوة. احنا كلنا او اغلبنا بنشرب قهوة. القهوة بدأت تتحكم في المود بتاعنا عشان بتخلينا مستمتعين مبسوطين. القعدة، الخروجة قهوة، حتى الكافيهات بقت اسمها قهوة. القهوة بتعلي هرمون الدوبامين في الجسم وبتسبب السعادة. لازم تخلي الموضوع بالنسبة لك سعادة مش إدمان، واكتفي بكوب واحد بس من القهوة عشان ما توصلش لمرحلة الإدمان، العصبية، الأرق بالليل، مشاكل تحصل بعد كده في الضغط والدم. يبقى فيه قهوة كتير بتخلي الواحد متعصب قوي، بتخليه في حالة هايبرة، بتخلي الأدرينالين عالي، بتخلي الكورتيزول عالي، بتخلي المود مهايبر. فلما بعد كده الجسم يبقى عايز يدافع عن نفسه ويبقى نشيط، ما بيعرفش ينشط زيادة عن كده، فبيحصل خلل. ففعلا لازم تعالج الحتة ديت وتقلل من القهوة، وتلاقي البدايل دايما زي الشاي الأخضر، الماتشا، القرفة، الهيل، النعناع، الكركديه، اليانسون، بدايل كتير، الجنزبيل، مية بليمون. النهاردة كنت معاكم، وكل يوم هبقى معاكم وهكلمكم عن موضوع جديد. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.